ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده العدس. اسرع عدس تعمليه بطريقه امهاتنا وجميل جدا جدا جدا. معانا المقادير: كوبايه عدس، طماطمايه صغيره، 2 معلقه رز كبيره، معلقه توم كبيره، نص معلقه صغيره ملح، نص معلقه كمون حب. هناخد العدس ومعلقتين الرز وهنغسلهم، نحطهم في مصفايه ونغسلهم. نغسلهم حلو قوي لحد لما الميه بتاعتهم تبقى كويسه. وهناخدهم ونحطهم في حله ونحط عليهم الطماطم. احنا الطماطم هنقطعها مكعبات، والثومه والملح الساده والكمون. بعد ما حطينا كل المقادير في الحله، هنجيب 3 كوبايات ميه بنفس الكوبايه اللي احنا عيرنا بيها العدس. هنحط 3 كوبايات ميه على عدس وهنسيبهم يغلوا على نار عاليه. بعد ما يغلي العدس معانا هنهدي النار خالص. ده شكل العدس بعد ما غلي معانا والريمه قامت. ما نشيلش الريمه يا جماعه، علشان احنا حاطين الكمون وحاطين التوابل بتاعتنا والحاجه عشان ما يطلعش معانا في الريمه. احنا كده كده غاسلين العدس والرز حلو قوي قوي، يعني مفيش حاجه وحشه معانا عشان نشيل الريمه بتاعتها. هنسيبها هنقلبها لحد لما الريمه بتاعتنا تختفي معانا، وهنوطي النار خالص يا جماعه عشان العدس يطيب براحته. هنا العدس محتاج حبه سوا تاني معانا، لسه ني شويه. هحط له كوبايه ميه. العدس انواع يا جماعه، يعني في عدس مش هيحتاج معاكي اصلا الكوبايه الرابعه دي عامه. في نوع تاني ممكن يحتاج كوبايه ونص على حسب نوعيه العدس. وبرضه هنوطي النار خالص، هنسيبها لحد لما يستوي العدس معانا. كده استوى وشكله بقى جميل قوي وحلو. هنسيبه يهدى شويه خالص، يبرد، ونحطه في شفشق الخلاط ونضربه ضربه خفيفه خالص، يا اما بالهاند بلندر يا اما بالمهراس بتاع البطاطس. كده انا هرست العدس وظبطت احياء، شفته عايز ملح تاني ولا لا. تعال نعمل التقليه. معانا بصلايه صغيره هنقطعها مكعبات. هنجيب طاسه ونحط فيها حبه زيت وننزل بالبصل المكعبات عليها، وهنفضل مهدين النار يا جماعه. لازم نهدي النار على البصله، احنا مش عايزينها تتحرق معانا، احنا عايزينها تستوي وتبقى في نفس الوقت محمره على نار هاديه خالص. وهنحمر البصل. البصل المحمره دي هي اللي تدي الطعم الجميل للعدس.
هنا البصلة حمرت معانا، هننزل بيها على العدس ونقلب العدس، وبألف هنا وشوف على قلبك يا ست الكل. يلا بينا بقى نعمل شوية بطاطس معاهم مقلية. هنغسل البطاطس الأول وهناخدها ونقشرها ونقطعها صوابع. اعمليها صوابع كبيرة عشان تبقى معاكي طعمها جميل ومقرمشة من بره وطرية من جوه. بعد ما نقطع البطاطس ونعملها صوابع هنغسلها حلو قوي قوي، هنطلع كل النشا اللي فيها. لازم هنسيبها شوية منقعين حتى لو 5 دقايق بمية. ليه؟ علشان خاطر المية هتمسكها وتخليها ماسكة نفسها مشدودة، مش هتبقى مرخية معاكي، وهتفرق معاكي في القلية بتاعتها لما ننقعها بشوية مية. ما نقطعش البطاطس ونقليها على طول، لا، جربي كده مرة كده ومرة كده، هتلاقي فرق في البطاطس بتاعتها. ده شكل البطاطس هي وعلى النار. ودي كده بعد ما طلعتها من الزيت هنغرف العدس مع شوية طحينة مع شوية طماطم مقطعين مع شوية خيار مع شوية بطاطس، وعملنا أحلى أكلة اقتصادية وسهلة وبسيطة معانا. بألف هنا وشفا على قلبك يا ست الكل. يا رب تكوني استفدتي من وصفات النهاردة.